طول عمرنا بنعمل البتنجان بالطريقة التقليدية العادية بتاعتنا. احنا هنعمله النهاردة بطريقة تانية جديدة كده، وهنخلي الحشوة بتاعته حلوة قوي، وكمان الأولاد هيحبوها جدا علشان مش بيشيلوها من قلب البتنجان نفسه. أنا هخليها لكم تبقى حلوة جدا. وبعد ما قطعناها بالشكل ده هنعملها بقى، نشوف ايه الطريقة بتاعت الدقة دي. حطينا ثوم وطماطم وفلفل، وانزل بعصير ليمونة كبيرة وشوية من الخل بالشكل ده، وهتبقى ناعمة والولاد هيحبوها. هنحط التوابل بقى بتاعتنا. هنحط الدقة دي عبارة عن كمون وملح وشطة وكزبرة، وكمان شوية كمون زيادة عشان بيبقى طعمه جميل جدا. وهنضربهم في الخلاط بالشكل الجميل ده. شوفوا ناعمة ازاي، حلوة قوي، هيحبوها الأولاد ومش هيشيلوها خالص من المتنجان وهيدمنوه. لحد ما قلينا كده المتنجان، هنجيبه بقى نحط أول طبقة كده من المتنجان، هنفرده في الطبق وهننزل بيه. بصوا مش باينه خالص ولا كأنك عامله دقه للمتنجان خالص. هنجيب بقى الطبقه التانية نحطها برضو ونفردها وندوس على المتنجان شويه عشان الحشوه كلها تشرب منها بالشكل الجميل ده. وكمان عامله لكم مفاجاه، هعمل لكم كمان طبق تاني انا بحبه جدا، هو الطماطم هيحبوها قوي ومش هيستغنوا عنها. وبالشكل ده هتدمنيه وهتعمليه كده على طول. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. مع ألف سلامة.